إدارة الأهلي تطلب من زيزو تخفيض قيمة عقده، واللاعب أبلغ إدارة النادي الأهلي بالرفض. النادي الأهلي يتواصل مفاوضات مع نادي إنبي للحصول على خدمات لاعب الوسط علي محمود. يضع مسؤولون النادي الأهلي الغاني محمود بندور ومهاجم فاروق مدينة الجزائر ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط الهجوم خلال تسويق الانتقالات الصيفية المقبلة. نجحت إدارة نادي الزمالك في إنتهاء أزمة مستحقات اللاعب المغربي صلاح الدين مسدة وديا، وتؤكد التصالح أمام الفيفا. يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك تحديد موعد جلسة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية الكاس، وذلك بعد رفض طلب تعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي الموقع على النادي لمدة فترتين.